أهلا بكم. يستعد ريال مدريد لمواجهة جاره اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء المقبل في المملكة العربية السعودية. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فقد تحدد موقف الفرنسي فيرلاند مندي ظهير ريال مدريد من اللحاق بالمباراة بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة. وشهدت تدريبات ريال مدريد اليوم الاثنين تواجد مندي بصورة طبيعية، وبات جاهزا لمواجهة أتلتيكو مدريد. وتعرض مندي للإصابة أمام ديبرتيفو أليفيس خلال لقاء الفريقين في اللا ليغا، وواصل عمليات التأهيل حتى تعافى وأصبح جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات مع الميرينجي. ويعاني ريال مدريد من كثرة الإصابات في صفوفه بعد إصابة لوكاس فاسكيز قبل يومين، ومن قبله الثلاثي تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي. انهال الفرنسي أورلين تشاوميني لاعب ريال مدريد بالمديح على زميله في الفريق التركي أردا جولر الذي قدم أداء رائعا في ظهوره الأول أمام راندينيا أمس في دور 32 من كأس ملك إسبانيا. وقال تشاوميني جولر موهبة، إنه رائع، لاعب مذهل تقنيا، الكثير من الأشياء، إنه بالفعل لاعب رائع. أعلن الصحفي سانتا أونا بشبكة فوت ميركاتو الفرنسية أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان سيكون لاعبا في صفوف نادي ريال مدريد الموسم المقبل. سانتي أونا قال أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع كيليان مبابي على ضمه مجانا خلال الأيام الأخيرة، ومن المقرر انضمامه في الموسم المقبل كلاعب للملكي. مبابي قال نعم لريال مدريد، وحسب التأكيدات سيكون لاعبا في صفوف الميرينجي بالفعل بدءا من الموسم القادم. والاتفاق تم بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع دخول النجم الفرنسي الفترة الحرة بآخر 6 شهور من عقده التي يمكنه من خلالها التوقيع لأي ناد يرغب في الانتقال إلى صفوفه. وعلى الرغم من في نادي ريال مدريد اهتمامهم بكيليان مبابي في وقت سابق عبر بيان رسمي إلى أنهم كانوا دائما مرحبين بمسألة التعاقد مع النجم الفرنسي. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. وشهدت التشكيلة عودة بيلينغهام ورودريغو وفينيسيوس جونيور وروديغير للتشكيلة الأساسية بعد أن تمت إراحتهم في مباراة أردانيا الأخيرة في كأس الملك. وجاءت التشكيلة كالتالي: لونين في حراسة المرمى، ولخط الدفاع فران غارسيا وناتشيو وروديغير بالإضافة إلى كرفخال. أما في خط الوسط متكون من الألماني توني كروز والفرنسي كامافينجا والأورغواياني فالفيردي، ومن أمامهم لخط الوسط بيلينغهام، ولليسار فينيسيوس جونيور، وعلى اليمين رودريغو البرازيلي الآخر. شدد الصحفي رودرا على ثقة ريال مدريد الشديدة في لاعبه التركي أردا جولر رغم كثرة إصابات اللاعب منذ انضمامه للميرينجي. وأثبت التركي أن الفريق كان صحيحا في مراهنته عليه بأدائه الجيد في أول ظهور له مع الميرينجي أمس أمام راندينيا. فداخل ريال مدريد لم يظهروا أي شكوك منهم تجاه التركي بسبب كثرة إصاباته. وتعليق النادي عن جولر هو أنه فتى غريب الأطوار ولا يزال صعب عليه، إنه ما زال طفلا.